تركيا تحذر 14 دولة من بينها المغرب من موجات تسونامي قوية في البحر الأبيض المتوسط قد تضرب مدن شمال المملكة المغربية ومدن الدول المجاورة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. وفي التفاصيل، كشف مدير مرصد ومعهد كانديلي لأبحاث الزلزال في تركيا هالوك أوزنر أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي قوي في البحر الأبيض المتوسط. وفي حديث له مع شبكة CNN الأمريكية، قال أوزنر: نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999. وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول ما أدى إلى حدوث تصدع كبير في 180 كيلومترا. وتابع أوزنر قائلا أنه من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر وربما قد تصل إلى عام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي قوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولقد أبلغنا 14 دولة بذلك بما فيهم المغرب. نشكركم على حسن المتابعة.